سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير. نرجعوا للسلسله ديال الا بغيتي تعيشي في مصر. 3 ديال النصائح نعطيهم لك الا بغيتي تعيشي في مصر وتعايشي. اول حاجه تعلمي انك تسدي فمك قد ما قدرتي، يعني تهضري على الحاجات السطحيه فقط، حيت العيالات عندهم هنا الدق والسكات. يعني كتلقاها كدير الواعويع ولكن ديما هي ايه ده انا مش عارفه هو في ايه، فهمتي؟ هذاك الشيء ديال ضربت لصقات، داكشي ديال الدق والسكات. فلهذا ديما خصك انت ما تعطيش لبنادم فرصه انه يعرف يعني اسرارك، اسرار عائلتك، داركم في المغرب، اي حاجه كتخصك ما تحاوليش انك تشاركيها مع العيالات هنا بالذات. واحد الجمله غادي تسمعيها بزاف هو انك غتكوني جالسه بخير ما بك ما عليك، تلقاي شي وحده عطاتك شي كلمه ديالها بحال السم، ياك غادي تقول لك ايه ده هو انت زعلتي؟ انا والله ما كانش قصدي، ده انا حتى بحبك وبموت فيكي، انا والله ما كانش قصدي، انت بس فهمتيني غلط. فمن غادي من تحطي في هذا الموقف ما تقلقي، ما ترديها لخاطرك، ما حتى حاجه، غتسناي الوقت المناسب وغتردي الصرف. سالات الهضره، يعني الوقت المناسب، يعني الكلام المناسب وفي الوقت المناسب. ما نخسر الهضره، ما نخرج على الموضوع، يعني ما نديرش شي حاجه اللي تخليني انا غلطانه، ولكن في نفس الوقت غادي نعطي الرد، يعني ما نسمعش في حقي. وثالث حاجه اللي غتسمعها بزاف وتضرك في خاطرك هي كانك تكوني غادا مجرد انهم يعرفوا انك مغربيه. ايه ده هو انتوا اللي عندكم ساحر؟ ايه ده انا عايزه شيخ مغربي يعمل لي عمل. انت في هذه اللحظه اكيد غادي يضرك خاطرك وغادي يبقى فيك الحال. طبعا هاد الجمله بالذات خص يكون الرد جاهز من قبل، يعني ديما خصك تكوني مفكره في الرد بانك غتقابلك هاد الجمله، فضروري خص يكون الرد ناسف، يعني قنبله، فهمتي؟ يعني خصك ضروري تنسفي ليا الشعب، يعني ما تخليش بنادم يتجاوز الحدود معك نهائيا. ضروري ترسمي واحد الحدود لراسك وما تسمحيش لشي واحد انه يتجاوزها. الا ما رسمتيش حدود راسك من الاول وما سمحتيش للناس انهم يتجاوزوها، غتلقاي بان القرود كيطلعوا لك فوق راسك، حيت هنا بنادم باسل فعلا. وهذه حاجه رابعه وبغيت نضيفها الصراحه، بقى فيا الحال لو ما ضفتهاش، انك تعلمي ديما يكون وجهك بوكر فيس، يعني ما تخليش ان بنادم يقرا تعابير وجهك ويفسر شنو الداخل ديالك. لا، ديما انت بوكر فيس عادي، يعني ايه، يعني ما تخليهمش انهم يقراو افكارك او يقراو تعابير وجهك. هكذا غادي تكوني احسن. المهم انا كنصحكم هاد النصائح من بعد 8 سنين، طبعا من بعد انني كنشرب ادويه الاكتئاب، ادويه القلق والتوتر، كنت كناخذ منومات، جاني قولون عصبي، من بعد هادشي كامل وصلت لهاد النتيجه. فانا بغيت ننصحكم باش يعني تاخذوا الطريق القصيره.